يصل 15 لفريق الماني براند. هدف فهد عبد الله دريبي يحييكم بأي لحظة. كرة عرضية ملعوب على قائمة والخطيرة أوغسبورغ لم يتأخر، وأبناء فاغنر هنا، ولكن براسية المدافع والكرة ما زالت تحت سيطرة لاعبي أوغسبورغ. تصل الخامسة خسر، ولكن هنا كرة ملعوبة أمامية فيها لمسة من عمورة تسعة سات باولي أيضا ب7 نقاط. هوفنهايم هو الآخر. إلى كرة أمامية جهة أقصى اليسار، عمورة طالت عليه الكرة ملعوبة جهة أقصى اليمين أو أقصى اليسار. عمورة مرر كرة ولكن طالت. كرة طويلة أمامية، محاولة تاسعة أمام بروسيا دورتموند، ولكن خطرة الله على كرة ومحاولة، ولكن مرت سليمة. إلى كرة من سوزا، إلى كرة فيها تسديدة بعيدة، استعجل فيها عمورة، استعجل فيها الجزائري. افتكاك ولا أروع من فينيسيو سوزا البرازيلي. إلى كرة عند اللاعب إيواكيم، إلى كرة وصلت فيها عرضية للمرة الثانية. سلام يا سلام على كرة من إيواكيم مقطوعة بطريقة. الكرة عند عمورة الآن تقدم فيها، كرة مطلوبة من يواكيم، ولكن من ثم دفاع من سوزا. تسديدة عمورة تغالط مرمى داهمي، كرة ضربة مرمى. شوف الكرة أوغسبورغ كما تكلمنا بعد فوزه في أول مباراة 1-0 هنا. صلت في الجهة اليمنى عمورة الجزائري، عرضية دانو، لمسة من آدم، إلى الكرة وصلت وين؟ عمورة قطعت الكرة، عادت يواكيم، لمسة لعمورة الجزائري يبحث عن كرة، يمرر كرة. عمورة kommt doch! السلام عليكم. محمد أمين عمورة يتألق اليوم ويقدم أسيست في مباراة فريقه نادي فولسبورغ أمام نادي أوغسبورغ في الدوري الألماني الممتاز. عمورة والذي بدأ المباراة أساسيا رغم خسارة فريقه وفوز نادي أوغسبورغ في هذه المباراة، حيث بدأ نادي أوغسبورغ المباراة بقوة، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 3 من المباراة. لكن محمد عمورة تألق في هذه المباراة رغم تضييع بعض الفرص، ونجح في تمريرات حاسمة، لكن اللاعبين أو أصدقائه في الملعب لم يتمكنوا من ترجمة تمريراته المتقنة إلا مع نهاية الشوط الثاني. وبعد تسجيل نادي أوغسبورغ للهدف الثاني تمكن عمورة من تقديم أسيست مع نهاية المباراة، لكن هذا لم يمنع من خسارة فريقه بنتيجة 3 أهداف مقابل 1 في هذه المباراة.